ظاهرة البلطجة الموجودة في الشوارع دلوقتي ما ينفعش. من فضلكم محتاجين بجد، محتاجين يعني سيطرة، محتاجين ان الموضوع يتلم شوية. مش معقولة كل يوم والتاني بنشوف جريمة قتل، جريمة سرقة، جريمة تحرش، خطف أطفال، اختفاء أطفال. ليه بقى؟ ليه احنا محتاجين نحس بالأمان، محتاجين نشعر بالأمان على أولادنا. داخل علينا مدارس ودروس خصوصية وأولاد رايحة وأولاد جاية. طبعا أنا ضد ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن في أمور كتير بتدي أولادهم بينزلوا وحدهم في الشوارع. ممكن يكون بالليل الصبح، الله أعلم الوقت اللي هم فيه. ليه يبقوا خايفين على أولادهم؟ ليه يبقوا مرعوبين قاعدين مستنيينهم في رعب؟ ليه شبابنا ممكن يتعرضوا لأن هم يعني يتقتلوا، يتصابوا في مشاجرات لا داعي لذكر الأسباب، أسباب هايفة جدا. ليه في حاجة اسمها بلطجية في الشارع؟ ليه موجودين يا جماعة؟ يعني أرجوكم الأمن يا جماعة، بلغني النائب العام، شوفوا ظاهرة البلطجة، شوفوا أسبابها، شوفوا دوافعها. سيطروا بجد. احنا بجد مش هينفع نبقى خايفين على أولادنا، مش هينفع نبقى مرعوبين عليهم كده. يعني زي مازن وغيره الله يرحمهم اتقتلوا بدافع البلطجة، وبدافع ان هم بيدافعوا عن كرامتهم. وده مش راضي طبعا البلطجي اللي قصادهم ازاي وازاي انا سيطرة، انا مسيطر، انا عامل، انا مسوي، محدش يقدر يقف قدامي بكلمة. فانا اللي يقف قدامي تعمل فيه كده؟ معقولة؟ فين القانون؟ القانون موجود بس فين الرادع؟ فين الرادع؟ مش معقولة ان واحد يكون بيقتل حد وبعدين تطلع مشاجرة ويطلع كده براءة خلاص، او ياخد له كام سنة ويطلع. مش معقولة. يا جماعة محتاجين سيطرة على الوضع بجد. اي حد عنده في الشارع او عنده في المحيط بتاعه بلطجي ما يسكتش، يا ريت يبلغ عنه. اي حد يأذيه بلطجي ما يسكتش، يروح يعمل محضر، يحرك محضر بده. انا اتأذيت منه، انا اعتدى عليا، انا بيضايقني، انا يكون في علم من المباحث بالموضوع ده. انت